السلام عليكم، الزلف الاول معكم جميله كوك شانيل. بعد الجزء الاول فيديو تاع لا جينوا سبيسيال كيك ديزاين ولا لاير كيك، وعدتكم بالجزء الثاني نحضروا انواع مختلفه تاع غاناش كلاسيك وغاناش الزبده لتغليف الكيك، وهكا تولي تخدمي كيما هذا الكاطو سوا كاطو دانيفرسير جا مانيفيك. بسم الله نبداو. ذوبت هنايا شوكولا قيس 50 غرام، زدت له لافيتين وزدت له ثاني جوز محمص وزدت له ميم كرامبل، هذا اختياري. خلطوا كلش مع بعضه ومن بعد حطوه في البابي كويسون، ابري حطوه في الكونجيلاتور. دركا نروحو نوجدو غاناش شوكولا نوار. تبعوا الطريقه والشرح ونحط لكم كاع المقادير في صندوق الوصف. اول حاجه هنايا عندي شوكولا دايبه وزيت سخنت ثاني كريمه سائله. هنا الكريمه السائله ما لازمش تغلي، قعدوا تخلطوا فيها حتى وين تسخن نحيوها. وكي تصبوها كلا كريم على الشوكولا ما ديروهاش ضربه واحده، صبوها على 3 مرات وبقاو تخلطوها كامل الوسط ومن بعد روحوا للجوانب. هي في الاول تولي هكا كومين بات، سي نورمال باسكو الشوكولا فيها الدهنيات ولا كريم ليكيد فيها الماء، دونك سي تو تافي نورمال. مي اشاك فوا تزيدوا لا كريم ليكيد وتبقاو تحركوا هكايا من الوسط حتى لي بوردور، تخلطوا هكا بهذه الطريقه شويه غابيد حتى تحصلوا على هذا القوام، تولي بريون توليس. غطيوها اون كونتاكت وحطوها فوق لو بلون دو طرافاي حتى تبرد. دوكا نروحو لغاناش كلاسيك بذوق البيستاش. هنايا عندي شوكولا بلون كيف نفس العمليه، سخنت الكريمه سائله وضفتها على شوكولا بلون. شفتوا المره الاولى كيفاش تجي كومين بات، ومن بعد زيدوا لها شويه هذيك لا كريم ليكيد وهي سخونه وبقاو تخلطوا بهذه الطريقه. ومن بعد نزيد لها 2 مغارف كبار ولا 3 مغارف كبار تاع بات دو بيستاش وبقاو تخلطوها كاع حتى تحصلوا على هذا القوام. وتوجور نغطيوه هكا بالسيلوفان اون كونتاكت وخليوه على جهه. نفس الطريقه مع شوكولا تاع لا سافور غو فرامبواز. هاد الشوكولا جات هايله لا تيكستور و لو غو. وهذه بذوق كيندر بوينو كيف تاع لا سافور، ذوقها هايل هذه. ان توكا المقادير كامل تلقاوهم في صندوق الوصف. هادو هما كاع لي غاناش كلاسيك اللي وجدناهم، نخليهم هكا فوق لو بلون دو طرافاي حتى يبردوا. دوكا نروحو غاناش الزبده ولا كريم بيتون. هاد لا كريم يستعملوها بزاف للتغليف تاع لي كيك، تجي شاده روحها بيان وتشد لونطون. عندي هنايا شوكولا بلون دو بريفيرونس، كوبيوها هكا صغيره وزدت لها لا كريم فريش، نحطوها او بان ماغي. كي تحطوا او بان ماغي خليو قبل الماء يغلي يعني يسخن بيان باش تحطوا هذاك الغيسيبيون، وهذاك لو غيسيبيون ما لازمش يكون كونتاكت مع الماء باش تعطيكم النتيجه مليحه. بقاو تخلطوا هكايا، ما تحبسوش من التخلط حتى وين تشوفوا الشوكولا كاع اندمجت مع لا كريم فريش. اون فوا دابت الشوكولا كومبليتمون نحيوها من النار وتحصلوا على هاد لا تيكستور. ابقاو تحركوا فيها باش تبرد لكم شويه. غطيوها هكا اون كونتاكت كما راكم تشوفوا وخليوها على جهه. كما قلت لكم غاناش الزبده ولا غاناش التغليف تجي فيها الزبده وشوكولا بلون. الزبده هنايا لازم تكون بحراره الغرفه، فوالا لازم تكون سخونه وطريه مليح. طلعوها هكا بيان بالباتور مع لافاني ولا اي عطر تحبوه كما راكم تشوفوا حتى تولي بيضه. لق تحصلوا على هاد النتيجه. نحيو كاع هاد لي باغوا ثاني، مسحوهم باش يجيكم كاع كيف ماشي جهه تجي صفراء وجهه تجي بيضه. هنايا الزبده انا خلطت بين اوبلين وزبده الحيوانيه تاع الاورس. دركا هذيك الشوكولا هي بردت لي، شوفوا لا تيكستور تاعها تقولي جات كيما نيسلي. والشوكولا هنايا ما راهي بارده ما راهي سخونه، يعني خليتها غير فوق لو بلون دو طرافاي. خلطوها هكا مليح بالباتور. شوفوا هاد لا غاناش، شوفي لا تيكستور تاعها هايله والبنه تاعها بنينه بزاف، سورتو كي تخلطوها هكا الزبده تجي رائعه. شوفوا هنايا مهم جدا ديروا هاد العمليه باش تنحيو هذيك الهواء. كما راكم تشوفوا شو تبان لكم شويه فقاعات هوائيه، دونك ديروا هكا بلا ماغيز رقدوها باش تتخلصوا على الهواء هذاك. وكي تغلفوا بها الكيك تجي لا فينيسيون شابه. دوكا نروح نشوفوا لي غاناش تاعنا. هذه تاع كيندر بوينو، شوفوا كيفاش جات بعد ما نشفت. هنايا مزروبه حطيتها شويه برك في الثلاجه راهي شاده روحها. وهذه تاع بيستاش ثاني كو تاعها روعه. وهذه تاع فرامبواز تاع لا سافور، شوفوا تاع فرامبواز بنه تاعها هايله. وهذه تاع شوكولا سوداء. دوكا نروحوا المونتاج. حطيت هنايا شويه غاناش الزبده باش نفيكسيو لو غاتو. هنا لو بسكوي ما تسقيوهش بزاف، سورتو لا بروميير كوش باش ما يطيحش الكيك. وفي لي بوردور نحط لي بودان دو بروتيكسيون بلا غاناش تاع الزبده.
وهكا الحشو اللي في الوسط ما يخرجش. ومن بعد حطيت الغاناش تاع شوكولا نوار في الوسط. انا حطيتها هي الاولى بالعاني باش كي نحط هذيك الطبقه المقرمشه هنايا كسرتهم نحطهم هكا دي مورسو وندخلهم مليح مع لا غاناش باش كي نجيو نقصوا لو غاتو تاعنا ما يتكسرش، يعني يشد روحو تحت ويجي ثاني شباب، كي تقطعيه يجي شباب ما يخسرناش لا ديكوراسيون تاع الطبقات. زدت عليها ثاني لا غاناش لازم تغطيوها وليسيوها هكا بالمغرفه ولا بلا سباتول، ومن بعد نزيد ان بودان دو بروتيكسيون توجور، ومن بعد نحطو عليها ديريكتومون الطبقه الاخرى تاع لا جينواز. كل طبقه نعبزو عليها هكا شويه ليجيرمون باش تلصق مع لا غاناش. اشاك فوا نشربو البسكوي بالسيرو. دوكا نحطو تاع غاناش بيستاش، زدت فوقو شويه بيستاش هكا كونكاسي، حمصتو شويه ليجيرمون، ومن بعد زدت عليه شويه لا غاناش وشويه بات دو بيستاش. هنا لازم تزيدوا فوقو هكا بات دو بيستاش ولا لا غاناش، ما تخليوش هكاك بيستاش وحده باش طبقه تاع البسكوي تلصق بيان مع لا كريم. وكي تقطعوا الكاطو تاعكم كاع الطبقات يجيو شادين مع بعضهم. دركا نفس الشيء مع لا غاناش بذوق فرومبواز. وهنا زدت لها ثاني ان كولي دو فخوي، تحبوا فخاز ولا فرومبواز، المهم ان فخوي روج. دركا الطبقه الاخيره مع غاناش كيندر بينو، وزدت لها المكسرات، درت لها شويه جوز ومع شويه كراميل. هذه الطبقه الاخيره سقيتها من الداخل باش حطيتها، يعني ما نسقيوهاش من الفوق. نليسيو هكا شويه الحواف ونديروا لها هذيك بابي غيتار ونخليوها في الثلاجه تبات ليله كامله ولا حوالي 6 سوايع. وزدت لها هذا لو سيرسو، هذا لازم ديروا له باش يشد لو غاتو ويحافظ على الشكل تاعو. غدوه من داك الغاتو برد لي بيان، حيت له هذاك لو بابيي وحطيت له هذا لو ديسك موان يكون خارج على الغاتو بواحد 0.5 او موان، لازم يكون 1 سنتيمتر، مي انا خرج لي واحد 0.5 سنتيمتر. وبديت نغلف بهذه الطريقه. هنا للامانه غاناش الزبده قسمت الكميه على 2، النص درتو البارح باش نمونتي لو غاتو اللي خدمتو هذاك لي بودان دو بروتيكسيون، ونص الكميه خدمتها اليوم قبل ما نغلف لو غاتو واحد بساعه هكاك باش تجيني طريه نخدم بها يعني بكل سهوله. يوم كالحل بارد ولا غاناش تاعكم ولا الزبده تاعكم يبست، تقدروا تسخنوها شويه في الميكرووند ومن بعد تطلعوها بالباتور عادي. هنا كما شفتوا في الصوره غطيت قبل الكيك بلا بروميير كوش تجي شويه رقيقه، ما حطيته في الثلاجه واحد 15 دقيقه، عاود خرجته وحطيت دركا لا دوزيام كوش. لا دوزيام كوش روحوا هكا بشويه. هنايا الكوبات تاعي ولا الليسور درتو في الماء سخون باش يجيني بيان فيني. هنا نروحوا بشويه هكا بالموس يكون رقيق ونحيو هذاك لو ديسك ونزيدو نفينيو من الفوق. بعد ما كملت التغليف رحت ديريكتومون لاباطا سكر فتحتها وبالمسطره درت شرائط باش يجيو كاع كيف حطيتهم ديريكتومون سور لو غاتو. هنا ما يحتاج حاجه يعني تلصقيها ولا خاطرش هذه غاناش الزبده دونك تلصق نورمالمون عادي. استعملت ثاني ان ديكوبوار طراسيت به ان كور هكايا في الوسط. زيد غطيتو هكا بلا باتا سكر فورم دو كور. تقدروا تكتبوا نتوما واش حبيتو. دوكا نروحوا لهاد لي غوز، خيرت هاد لي غوز اون بابي، حندور كاع لو بورتور تاع لو كور ودرت لهم بيان سور شويه سيلوفان باش كي نرسقوا على الكاطو ما يجيش الحديد هذاك فوق لا كريم. عندي هاد لي غوز درت لهم سيلوفان من تحت، دو بريفيرونس الورد تاع الصح، اللي عنده الورد تاع الصح يدير ليفغي، وانا درت لي متوفر عندي وجا شباب، درت البوردو والغوج. خيرت ثاني هاد لي بوجي بلون بايتي، جاو ثاني بزاف شابين مع هاد الالوان، جات متناسقه. وهذه هي النتيجه الاخيره. نتوما جربوها، وكي جربوا بزوج بيضات يعني بكميه صغيره حتى توليو محترفين فيها وتوليو مبدعين ماشي محترفين برك. ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. نشكركم على المشاهده، وفي وصفات واحده اخرى ان شاء الله.